أهلا بيكو. لو كنت عروسة مقبلة على الزواج وبتختاري موديل فستان فرحك، يبقى ليكي عندي كام نصيحة مهمين جدا لازم تاخدي بالك منهم قبل ما تشتري فستان الفرح. النصيحة الأولى وأهم نصيحة إنك تختاري لون فستان الفرح أبيض. في ألوان موضة طالعة كتير لفساتين الفرح، لكن لما تختاري لون غير الأبيض صدقيني هتندمي. فلازم تشوفي الأبيض وتشوفيه عليكي وتعملي بروفة عليه قبل ما تختاري اللون التاني. اكيد اكيد هتقتنعي بالابيض لان فستان العروسة يعني ابيض. تاني نصيحة، وانت بتختاري الفستان اختاريه يكون خفيف، لان برضو فستان العروسة بيكون مليان شغل وسترس وطبعا يعني انت عاوزة تختاري اجمل فستان، واجمل فستان ده بيكون مليان شغل كتير. فخلي بالك الشغل ده كله بيدي تقل للفستان، فيبقى حركتك في الفرح بيكون مزعج قوي، بيكون تقيل معاكي. فحاولي تختاري الفستان يكون وزنه خفيف. تالت نصيحة، الطرحة. الطرح الكبيرة شيك وجميلة وحلوة قوي في التصوير، وكمان الطرح الطويلة قوي اللي بتجرجر وراكي زي الديل دي تحفة، لكن مش عملية. خلي بالك مش عملية، طول وقت الفرح بيكون مش عملية معاكي. من تقولها ممكن تاخد التاج بوظ لك فورمة شعرك والتسريحة من الحركة بتاعة الفرح. فخلي بالك اختاري برضو الطرحة خفيفة ويكون طولها معقول شوية. النصيحة الثالثة، وهي نصيحة مهمة جدا، إذا كنت هتختاري فستان بدون أكمام وبدون أكتاف زي الفستان اللي قدامنا كده قب يعني، خلي بالك إذا كنت من ذوات منطقة الصدر الكبيرة بلاش موضوع الفستان القب. فستان القب ده للعروسة اللي هي بيكون الصدر، منطقة الصدر صغيرة أو متوسطة، بيكون مناسب معها جدا. أما لو كانت من ذوات منطقة الصدر الكبيرة فلا، لازم يكون في حمالة على الأقل أو أكتاف لازم، لأن مع حركة الفرح ومع ساعتين ثلاثة في الفرح وتقلي الفستان هتلاحظي إن الفستان هيسقط منك وهيزعجك ويعمل لك شيء من التوتر، وده مش محبوب في الفرح طبعا. فاحرصي جدا ان يكون باكتاف او باكمام، هيكون رائع معاكي جدا. لان يوم الفرح ده بيكون مليان توتر لوحده، بيكون في حركة كتير، في رقص. فالفستان اللي هو بيكون بدون حمالة او بدون كم مع العروسة اللي عندها منطقة الصدر كبيرة بيكون غير مريح بالمرة. فحاولي تختاريه بكم او على الاقل بحمالات. واخيرا، الف مبروك لكل عروسة مقبلة على الزواج، وعقبال كل البنات يا رب. ما تنسوناش في الشير واللايك، ولو ما اشتركتيش في القناة أتمنى تشتركي وتفعلي الجرس حتى يصلك كل جديد.